السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة واحسن حال. بصوا بقى العظمة دي، النهاردة هنعمل شوية محشي كده عظمة. محشي طاجن ورق عنب بالكوارع ومحشي مشكل، بس حاجه كده خطيره. دي اول حاجه الكوارع، انا كنت شطفاها الاول بليمون كده وملح وغسلها كويس، وبعد كده خدتها على النار زي ما انتم شايفين. انا بشيطها عشان لو في شعر صغير او اي حاجه منعا للزفاره. الشعر الصغير والحاجات دي لو ما شيطتهاش بتخلي ريحه الكوارع زفره جدا وطعمها كمان. تمام، انا خلصت كده تشيطه واحده واحده على النار زي ما انتم شايفين مباشره. خدتها بقى، رحت بقى على الحوض. الطبق ده كان فيه كوبايتين كبار دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ملح، وعصير بقى وليمون بقى زي ما انت عايزه. ليمون دوت بقشره بقى، يعني عصري وحطي القشر وفركي. بصي هتلاقوني الاول بفرك من غير ميه. بصوا بعمل لها مساج على حق، بعمل لها سكراب، يعني دي بقى السكراب بتاع الكوارع. حاجه كده خطيره، استحاله تعملي الطريقه دي وتلاقي الكوارع بتزفر منك. بصوا هتلاقوني بدعكها ازاي كويس جدا. لو عندك فرشه للحاجات ديت كمان ادعكي بيها، بس انا الفرشه بتاعتي كانت يعني خلاص اتهلكت وكنت رميتها، فما كنتش لسه جبت غيرها. تغسلي بقى كويس، طلعي كل غلك في غسيل الكوارع. بصوا بقت بيضه قشطه ازاي، قشطه 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 يعني. برضو مش هنكتفي بدي بس، انا هنشيلها دلوقتي من الميه ديت بالدقيق بكل ده، هحطها في المصفى. بصوا هتلاقوني بشطفها واحده واحده واحطها في المصفى زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي يا بنات، عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي كده، ربنا يرزقنا بركه الصلاه على النبي. بصوا واحده واحده زي ما انتم شايفين. ارجع بقى اخلي الميه تاني، يعني احط ميه رايقه تاني واعصر بقى عصير ليمون بس. بصوا بشطف الطبق كويس من كل اللي كان فيه، وانزل بقى بالكوارع. نبتدي بقى نعصر ليمون برضو الكميه اللي انت عايزاها زي ما. بصي اوعي تحطي على الكوارع او الفراخ خل. الخل بيزفر، بيثبت الزفاره بتاعت الحاجه، مش بيصفرها، بيثبت الزفره. يعني لو زفره هيثبت لك الزفره اللي فيها. الليمون حاجه خياليه. بصوا الميه رايقه ازاي، اللون ده بتاع الليمون، ده لون الليمون اللي انا حطاه. نشطف بقى كده كذا مره. انا هنا هكون يعني هفصل معاكم، بس انا بعد الخطوه دي انا غسلتها تاني مرتين تاني بالليمون. بصوا هنا كده بنشيلها، هوريكم ازاي هي بقت قشطه وفله. بس برضو زياده تاكيد، انا من الناس اللي بقلق قوي من زفره الحاجه دي، يعني ما بقلق منها. هنا بقى كنت جبت، انا هسويها في حله الضغط. عندك حله عاديه عادي بس هتاخد معاكي وقت، هي حله الضغط بتسرع شويه في التسويه. كنت حطيت معلقه زبده كبيره، وانزل بقى بالكوارع واحده واحده واشوح كويس تاخد لون. تمام، هنا بقى هنزل ببصلايه وطماطمايه وجزر وكرفس، وهنا ملح وفلفل وشويه كوبيبه صيني وقرفه ومكعب مرق وسكر وورق لورا وحبهان. البوكيه جرنيه بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. اقلب كويس قوي وانزل بميه سخنه مغليه. حاله الضغط فيها زي سنسور كده من جوه بيوريكي المستوى الميه كان لغايه فين. انا هنا زودتها. بصوا السنسور هنا هو مكتوب ماكس، انا بقلله شويه عشان هي طبعا بتغلي وضغط الميه لا قدر الله يعني الحله ما تنفجرش. هنا بقى خلاص بسيبها تغلي على اول. الحله دي زنوكسو حلوه جدا. بغلي، بسيبها على اول غلوه، وبعد كده اوطي خالص شمعه بقى يستوي براحته. بتاخد حوالي ساعه، ساعه ونص لو كبيره، بس دي خدت ساعه لانها كانت صغيره. ماشي، هنا بقى هنا الورق العنب دي حله فيها ميه، عصرت فيها ليمونه. وده على فكره ورق العنب ده مفرز، يعني انا كنت مفرزاه. بصوا اخضر ازاي يا بنات، اخضر وتحفه. نزلت بقى الورق العنب فيه، يا دوب بياخد بس اللون ده. بصوا يا بنات، بصوا هنا كده، بصوا لونه بيبقى مش اخضر اخضر بقى، بيبقى ابتدي خلاص اللون اللي هو بيبقى الزيتي ده، لون زي ما انتم شايفين كده. اطلعه بقى. بصوا ما شاء الله الورقه ناعمه وطريه ولا مكسره ولا اي حاجه. هبقى افرزه معاكم ان شاء الله بقى في موسم ورق العنب لما يطلع. بنزلت بقى بقيه الكميه اللي عندي، وبعد كده بقى اشيل العنقود بتاعه. تمام، هنا دي كانت معلقه زبده محترمه، شويه زيت، المحشي بيحب الزيت، معلقه زبده حلوه وشويه زيت بقى اكتر عشان المحشي يفلفل معاكي. هنا كنت ضربت البصل في الكبه، انزل بقى بكميه البصل. وهاخد انا بعد ما نزلتهم افتكرت ان انا ما شلتش انا بعمل البصل طريقتي في البصل، يعني بحمر بصل وبشيل شويه زي بصلايه صغيره. انا افتكرت فخدتها بقى من على الوش. بعملها زي المرتب، ملح وفلفل وادعكهم كويس وشويه كمون، واحطها على الخضره، وقرن الفلفل او قرنين الفلفل اللي انا مقطعاهم على الخضره.
هنا كنت نزلت عليه بشويه ملح وشويه فلفل اسمر زي ما احنا متعودين، اسيبهم يتشوحوا كويس. بصوا اهي البصلايه هنا دعكتها بملح وفلفل، وهنا دي كانت الخضره مخرطاها مقطعه عليها قرن فلفل احمر اللي هو الرومي الاحمر وقرن اخضر، وانزل عليهم. هنا بقى كانت ابتدت البصلايه تلون، هنزل عليها بمعلقه هريسه حلوه. مفيش هريسه حطي معلقه توم براحتك، انا ما بحطش توم بس بحط هريسه. مكعب المرقه بقى بيخليها تسرع اكتر في التسويه، وبيبقى طعم البصله متطعم قوي 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 في المحشي. هنا بقى خلاص هي كانت لونت بقى خلاص. انزل بقى بمعلقتين صلصه كبار واقلب كويس عشان اطلع الماده الحافظه بتاعتها. انا ما حطيتش سكر في اللحظه دي لان انا الصلصه اللي مفرزاها انا حاطه فيها سكر، وانا حاطه سكر في الشوربه، فانا هسقي عشان ما يبقاش يعني السكر كتير. نزلت بقى بكميه الصلصه، دول كانوا كوسين صلصه حلوين. واحط بقى ازود الفلفل، وده ملح. انا توابلي يا بنات في المحشي ما بكترش توابل، شويه كمون، شويه كزبره، شويه 7 بهارات فقط لا غير، ولا بحط قرفه ولا بحط جنزبيل ولا بحط او بابريكا بس لتعزيز اللون، ولا بحط بقى جنزبيل ولا توم بودره ولا الكلام ده. دي توابل المحشي على اصولها. احنا زمان اجدادنا ما كانوش بيحطوا كل ده، هو ملح فلفل كزبره كمون فقط لا غير. انا بحط 7 بهارات بس كده للتنكيه. هنا بقى لما تتسبك كده وتتظبط احط لها بقى رشه النعناع المجفف، افركه كده. بصوا دي بقى اللي بتحسسك فعلا بقى بطعم المحشي، هي الخطوه دي اللي بتبين لك تسبيكه المحشي. غير كده ده مش تسبيكه محشي. طبعا لو في نعناع اخضر قطعيه حطيها مع الخضره بتبقى حلوه. هنا خدنا شويه صلصه، هوريكم انا هعمل بيهم ايه يعني في الخطوات اللي جايه. هنا ده كان كيلو رز نزلت بيه، اشوح بقى كويس كده في الصلصه ياخد. انا هنا كنت طفيت النار، انا هوريكم دلوقتي ان انا هنا طافيه النار. انزل بقى بالخضره بتاعتي واقلب كويس كويس. بصوا هوريكم ان انا قافله النار، انا ما كنتش مشغله النار. مش هتلاقيني بقى هنا مش عارفه اتحكم كويس. هاخدها دلوقتي بقى افضيها في طبق تبرد، اقلب بقى كويس وافضيها في الطبق. بصوا الخلطه حمرا ازاي، الخلطه حمرا وتحفه، وكانت ريحتها اللهم بارك خطيره. بصوا بقى الخلطه نازله عامله ازاي يا بنات. هي هتلاقوني وانا بحشي دلوقتي كمان هتلاقوا لونها بان اكتر. تمام. انا هحشي في نفس الحله دي. بصوا هنا بقى اوريكم البتنجان يا بنات، ما تحشوهوش قوي تخلوه جلده، لازم تسيبوه في لحمه عشان تحسوا ان انتوا بتاكلوا بتنجان. بصوا يا بنات الخلطه بقى لما قعدت هنا كانت ريحت حوالي نص ساعه. بصوا بقى كله دخل في بعضه والتسبيكه طلعت بصوا حمرا ما شاء الله اللهم بارك ازاي. بتسيبي عقله صباع يعني تحشي، وعند اول عقله صباع لازم يكون في فراغ عشان المحشي بيزيد، فما يزيدش منك والرز ينطر بره وتبقى يعني ما يبقاش مستوي صح. وهكذا الفلفل وهكذا الكوسه. ورق العنب بقى انت عندك ناحيتين، في ناحيه خشنه وناحيه ناعمه. الناحيه الخشنه هي اللي جوه والناعمه اللي من بره. انا ما بحشيش على ترابيزه ولا على صينيه ولا حاجه، انا بحب احشي على ايدي. بصوا بقى ولا مكنه ولا اي حاجه. بصوا الصباع طالع ازاي، يعني بصوا والله مش قادره اقول لكم عامله ازاي. بصوا بترصوه كده كميه اللي انتوا اللي الورقه تاخدها وبتظبطوه بالطول. بصوا ما شاء الله الصباع طالع عامل ازاي يا بنات، مسطره مسطره والله. ولا انا جامده قوي. هنا بقى دي كانت شوربه اللي انا سقيت بيها المحشي المشكل، دي شوربه فراخ. حطيت عليها معلقه كبيره من الصلصه اللي انا كنت شايلاها بتاعه التسبيكه، وده كده المقدار المظبوط لتسويه البتنجان. ما يبقاش متغطي، لازم يبقى 3/4 كده. جبنا الطاجن بتاعنا الحلو، حطيت من تحت بصلايه، رشيت عليها 7 بهارات. بعد كده الكوارع انا كنت خليتها خلاص، حطيت شويه كوارع من تحت ورصي الطاجن بتاعك يا ست الكل. حطي بقى شرايح الليمون بتاعتك، وفي النص برضو ايه الكوارع من فوق بقى شويه الصلصه. والسر بقى دبس الرمان، حاجه كده فظيعه فظيعه. واقول لكم على حاجه، ان السوريين بيعملوا حركه. السوريين بيحطوا في الخلطه بتاعت ورق العنب البن القهوه بتاعتنا عشان يزود المزازه. انا حد سوري على فكره، يعني واحده صاحبتي السوريه اللي قالت لي على المعلومه دي. هنا بقى بتسقي برضو المحشي الورق العنب ما بنغطيهوش عند اول صف زي ما انتم شايفين، وهزي كده واول صف. بص اول صف باين ازاي، وغطي برضو على نار عاليه. هنا كان خلاص غلي ويتشكشك، يغلى بقى ويتشكشك وتوطي عليه على صاج. هنا بقى يا ست الكل هنعمل الكوارع اللي هنطشها على الطاجن ورق العنب. جبت معلقه زبده، معلقه ثوم، شويه كزبره وشويه فلفل اسمر. قلبي 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 كله كده يطلع ريحته ويحمر شويه. انزلي بالكوارع. تمام. الكوارع تتشوح شويه، انزلي بشويه فلفل الوان.
عايزه تطش بخل براحتك، بس انا ما طشتش بصراحه يعني، ما حبيتهاش كده. دي بقى الباقي بتاع صلصه المحشي. انزلي بقى بيها شويه شوربه يتشكشك كله في بعضه كده، ومش قادره اقول لك على الريحه كانت عامله ازاي. اللهم بارك. هتجيب اخر الشارع. هنا كان المحشي خلاص استوى، طشي بقى وشوفي بكبكه الطاجن عامله ازاي. جربوها يا بنات بطريقتي وقولوا لي ايه رايكم بالله عليكم في الكومنتات. حاجه كده فخر من الاخر، ولا تقولي مطعم مش عارفه مين ولا مش عارفه مين. بصوا ما شاء الله، بصوا الطاجن بيبكبك يا خرابي، ينزل في القلب ده. بصوا حاجه كده هوريكم. بصوا الورق مستوي والمحشي مستوي ومفلفل من جوه، يعني الورق زبده من بره والمحشي من الرزايه مفلفله مش معجنه. بصوا الخلطه حمرا ازاي، حاجه تحفه تحفه تحفه. متنسونيش يا بنات في الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. وما تنسوش اللايك.